ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض طريقة الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعملها بتتبيلة جميلة جدا وطعم رهيب. لما ان شاء الله نعملها مع بعض وتجربوها تعجبكم جدا. يلا نسمي الله ونشوف المقادير. عندي هنا بصل وطماطم وفلفل حسب الكمية بتاعت الفراخ اللي حضراتكم هتعملوها. هفرمهم كويس وبعد كده هصفي الخليط ده، وبعد كده بقى نرجع نتبله مع بعض. حطيت معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، وبعدين معلقة صغيرة من الكمون، وبعدين بقى هنحط التوابل اللي هتخلي الشيش طاووق بتاعنا رهيب وطعمه حلو جدا كده ومميز، اللي هي التوابل الجاهزة اللي بنشتريها من بره. التوابل دي بتدي طعم رهيب للشيش طاووق وبتوديه كده في حتة تاني خالص. هنحط الكيس كله بتاع التوابل بتاعنا، هفضي الكيس كله، وبعد كده بقى نبتدي نزود عليه معلقة صغيرة من بهارات الفراخ وملح كده. خلاص كده كل التوابل بتاعتنا خلصت، مش محتاجين نحط بقى حاجة تاني. يعني حطينا كيس التوابل الجاهز، حطينا فلفل اسود وكمون وملح. هنضيف بس معلقة كبيرة من دبس الرمان، وبعدين حوالي معلقتين من الصويا صوص، بيدوا طعم حلو جدا ومميز للفراخ بتاعتنا. هقلب كويس، هقلب التتبيلة بتاعتنا كويس خالص. وبعدين بقى عندي الفراخ بتاعتنا، الأوراق بتاعت الفراخ مخلية ومتقطعة كويس طبعا ومغسولة كويس. هفضي عليها الخليط بتاعي كله، وسبتها حوالي 4 ساعات في التلاجة. وبعدين بقى نبتدي بقى نحطها كده في العيدان بتاعتنا. انا حطيت بصل وفلفل وطماطم وحسب ما حضراتكم عايزين، بس الخضار ده بيديها طعم وبيديها ريحة حلو جدا. ولما الخضار ده بتحطي عليه من التتبيلة بيبقى طعمه جميل جدا، بيبقى طعمه زي الفراخ واحلى كمان. يعني ممكن تسيبي الفراخ وتاكلي الخضار بتاعها لان الخضار بيبقى طعمه حلو جدا لما بتحطي عليه التتبيلة بتاعة الفراخ. هحط الكمية بتاعتنا كده كلها، هحاول ارص يعني في العيدان بتاعتنا الفراخ والخضار بنفس الشكل كده. هخلص الكمية كلها، وعندي بقى عندي صاجة، يعني عندي صاج بتاعنا وعندي شبكة مجهزاها عشان نحط عليها. اخلص الكمية كلها وارجع لحضراتكم تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. نحط وحدة الفراخ دي، وبعد كده بقى هجهز كل الكمية بتاعتي، هعملها بنفس الطريقة وارجع لحضراتكم تاني تشوفوها بعد ما خلصتها علشان نشوف هنسويها ازاي مع بعض. بصوا انا خلصت الكمية كلها اهي، وحطيتها بقى على اي شبكة موجودة عند حضراتكم تحطوا عليها، بس ما تحطوهاش على الصاج مباشرة. يعني لما بترصوا العيدان كده على الشبكة بيبقى طعمها حلو جدا، بتبقى زي ما تكوني شوياها كده على الفحم مثلا، بتبقى طعمها حلو جدا. وتدهني بقى الخضار كده بالفراخ من التتبيلة بتاعتنا. هنبتدي ندهن الخضار كده كله والفراخ، واي بقى تتبيلة فايضة عندنا بنفضيها كده، بحيث ان التتبيلة دي تنزل تحت في الصاج وتسويلنا بقى الفراخ. لو ما عندكيش تتبيلة فايضة ممكن تحطي نص كوباية من المية، وتروحي مدخلة بقى الخضار بتاعك ده والفراخ بتاعتنا على اعلى درجة حرارة في الفرن. حطيناها في الرف اللي في النص، وولعت عليها الشواية 10 دقايق. ادت لنا بقى الشكل والجمال ده واستوت وبقت حلوة جدا بالظبط. خدت وقت في الفرن حوالي نص ساعة و5 دقايق بالظبط. بصوا استوت وبقت حلوة جدا كأنك شويها على الفحم كده مش في الفرن. من حلاوتها وجمالها جميلة جدا جدا، وريحتها جميلة وطعمها حلو، والخضار مستوي والفراخ مستوية. خدت معانا بالظبط نص ساعة واستوت وبقت جميلة جدا، وريحتها وطعمها رهيب.
ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وتدوسوا على زر الجرس علشان يوصل لكم اي اشعار لاي فيديو بنزله. الطريقة دي بتاعة الشيش طاووق طريقة جميلة جدا وسهلة جدا وطعمها حلو ومميز، والأولاد طبعا بيحبوا الشيش طاووق وبيحبوا الأكل.